فنانين، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. النهارده هنتكلم عن كتاب مهم جدا عشان تتعلم اساسيات الرسم. دايما لما تيجي تتعلم اي حاجة ركز اكتر على الاساسيات البسيطة هي الاهم، لان هي اللي بيتكون منها الاجزاء الكبيرة. فسواء الرسم او غير الرسم، اي حاجة بتبدأ تتعلمها ابدأ بالاساسيات، اتقنها بشكل كويس عشان لما تتنقل لخطوة اكبر يبقى عندك القدرة ان انت تفهم الخطوة الاكبر دي. فهتلاقوا في الكتاب ده كل أساسيات الرسم اللي أنت محتاج تعرفها، سواء التظليل أو الأدوات أو غيرهم. وما تقلقش، هقولك تحمل الكتاب إزاي في آخر الفيديو. نبدأ من الأول خالص. أول حاجة بيعرفك الأدوات، الأقلام الرصاص وأنواع الورق، أنواع الأستيكة وإزاي تستخدمه. تاني حاجة بيعلمك إزاي تستخدم القلم الرصاص بطرق مختلفة عشان كل طريقة ليها استخدام وأنت بترسم. يعني الطريقة دي بتمسك القلم كأنك بتكتب عادي، الطريقة دي بتمسكه تخلي القلم تحت ايدك، والحاجات دي بنشرحها في فيديوهات كتير. لو رجعتوا لفيديوهات القناة هتعرفوا الكلام ده كله. هنا بقى بيعلمك أهم حاجة في التظليل، وهي أنواع الخطوط أو أنواع التهشير. فأي جزء أنت بتظلله هو حرفيا بيتكون من عدد من الخطوط بملمس مختلف. فكل ملمس أو كل طريقة من أنواع التظليل دي بتكون مناسبة أكتر على حسب الجزء اللي أنت بترسمه. برضه هنا بيعلمك ازاي تستخدم الاستيكة وتطلع بيها اشكال مختلفة. حاجة زي كده ممكن نستخدمها في ملمس البشرة او مسام البشرة، حاجة زي كده ممكن نستخدمها في الشعر الابيض، حاجة زي كده ممكن نستخدمها في الاضاءات، حاجة زي كده ممكن نستخدمها في خلفية الرسمة او الملابس. فانت هنا مش بتحفظ، انت هنا بتفهم كل ملمس او كل طريقة تظليل بنستخدمها امتى وازاي، وانت بترسم بتطلع الطريقة المناسبة على حسب الرسمة اللي انت بترسمها. بعد كده على طول بيعلمك ازاي تطلع تونات مختلفة وازاي تستخدم التونات المختلفة دي عشان ترسم بيها مجسمات عن طريق نظرية الظل والإضاءة. وبيبدأ بعدين يرسم لك حاجات من الطبيعة وفيها درجات مختلفة. أي رسمة من دول لو ما فيهاش درجات مختلفة، ما فيهاش درجات غامقة، ما فيهاش درجات فاتحة، ما فيهاش درجات وسط، فأنت مش هتشوفها 3D، هتشوفها فلات. فهنا بيوضح لك قد إيه فرق الدرجات في التظليل ده مهم جدا. وهنا كمان بيوضح لك كام طريقة مختلفة للتظليل. حاجة زي هنا لو تظليل ناعم مثلا، هنا لو بترسم صخور، هنا لو بترسم شعر، هنا تظليل عشوائي. هنا بيكلمك بشكل بسيط كده عن المنظور، وان انت ازاي تتحكم في ان الرسمة تبقى بأبعاد مختلفة. هنا بقى بيبدأ يطبق لك كل اللي انت فهمته من الشرح اللي فات على رسومات الى حد ما بسيطة. بيوضح لك ازاي الاوتلاين بيكون 2D او مش بارز من الورقة. بيوضح لك برضو ان انت تبدأ تظليل خفيف وتبدأ تزود تونات بالتدريج، وتبدأ تغمق بس في اماكن الظل وتسيب اماكن الاضاءة فاتحة. فاختلاف التونات ما بين اماكن الظل واماكن الاضاءة هو اللي بيخلي الرسمة 3D او بيهيئ للعين كأنها بارزة من الورقة بالشكل ده كده. هنا كمان بيشرح لك انواع التظليل للفواكه المختلفة، الناس اللي مهتمة برسم الطبيعة او الفواكه يعني. هنا بيشرح لك الملامس بتاعت رسم الخشب، وهكذا بقى في حاجات كتير قوي. بعدها بيبدأ يصعب شوية ويرسم لك تكوينات إلى حد ما بسيطة، برضو ما فيهاش صعوبة قوي. يوضح لك برضو إن هنا الأوتلاين أو تخطيط مبدئي، تبدأ تظليل خفيف وتبدأ تغمق في أماكن الظل فقط لحد ما الرسمة تبقى بارزة بهذا الشكل. برضو الناس اللي مهتمة برسم الطبيعة الصامتة هتلاقوا حاجات كتير قوي لرسم أشكال من الطبيعة الصامتة. هنا كمان بيشرح لك بشكل بسيط ازاي ترسم اللاندسكيب او المناظر الطبيعية. بيشرح لك كمان ازاي ترسم السحب، وازاي ترسم المية او التأثير بتاعها، ازاي ترسم الاشجار. وبيبدأ يطبقها لك في رسومات بالشكل ده. وطبعا انا شايف ان كل الحاجات دي مهمة جدا لأي حد بيرسم، حتى لو هو متخصص في حاجة تانية غير الطبيعة لازم يبقى عندك خلفية على الأقل. هنا بيبدأ يطبق لك على رسم المباني والشوارع. هنا كمان بيبدأ يوضح لك ازاي ترسم ملمس الشعر للحيوانات المختلفة، لأن كل حاجة في الطبيعة بيكون ليها ملمس أو ليها خواص بتميزها في التظليل عن أي حاجة تانية. هنا بيديك حاجة بسيطة عن رسم الفابريك أو القماش. وطبعا الكتاب مش متخصص في رسم البورتريه، ولكن في حاجة بسيطة أوي في الآخر عن طريقة رسم البورتريه والعيون، بس بشكل بسيط أوي لأن الكتاب مش متخصص في رسم البورتريه.
فانتوا لو عايزين مصادر اكتر لرسم البورتريه اكتبوا لي في الكومنتس، وانا هرشح لكم افضل كتاب تتعلموا منه رسم البورتريه الدروس اللي جايه ان شاء الله. طيب دلوقتي عايزين نعرف ازاي نحمل الكتاب ده. الكتاب موجود على قناتي على التليجرام، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. هتضغطوا على اللينك هتدخلوا على قناتي على التليجرام، هتلاقوا الكتاب ده وكتب تانية كتير قوي. هتحمل الكتاب على الموبايل او الايباد او اللابتوب، جهز ادواتك تبدأ تشتغل. طبعا لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتسيب لنا رأيك في كومنت، وقولوا لنا على الدروس اللي انتم محتاجين تفهموها اكتر عن الرسم. واشوفكم على خير في درس جديد.